اولا تنشكروا هذا المنبر ديال الفجر على هذه التغطيه المتميزه. حنا كما قلتي ككاتب عام ديال جمعيه الشرفاء الادارسه لإياد نصر باكادير ايدا وتنان، وكذلك رئيس فيدراليه الجمعيه التنمويه اللي عملت اكادير ايدا وتنان، جينا باش يعني نحضروا لهذا الافتتاح ديال هذه نقطه البيع ديال السي عبد الاله، هذا الشاب الغيور الطموح اللي الحمد لله كلشي كيشجعوا كلشي كيشكروا. كذلك حنا كمجتمع مدني يعني المكتب خدا هذه البادره باش نرحبوا بهذا الشاب هذا ونشجعوه ونقدموا له الدعم المعنوي واي دعم اخر ان شاء الله، باش ان شاء الله تعالى يزيد القدام ويعني ويطلع لنا في هذه الطبقه يعني المتوسطه والفقيره اللي الحمد لله راه يعني الحمد لله راه ما خلا من جهده من ناحيه ديال يعني تخفيض الاسعار فيما يخص هذه الماده الحيويه ديال اللي هي حيويه في المائده ديال الافطار ديال المغاربه كامله، اللي هو السردين، اللي هو حق مشروع ديال اي مواطن مغربي باش ياكل هذه الماده هذه بواحد الثمن رخيص. وحنا كمجتمع مدني كنتمنوا هذه البادره اللي دار هذا الشاب واللي خلق واحد الضجه على الصعيد الوطني، وكنشكروا كذلك المسؤولين اللي تجاوبوا معاه، لا من السلطات المحليه من السيد الولي من كذلك جلاله الملك، وكنتمنوا ان شاء الله يكون واحد العدد ديال عبد الاله في مجالات اخرين اللي حنا في امس الحاجه لتخفيض الاسعار ديالهم. وكنشكروه مره اخرى وكنتمنوا له التوفيق هنا في اكادير، ولما لا يفتح نقاط بيع اخرى في انزكان وفي انزا وفي مدن اخرى ان شاء الله تعالى.